الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد مع حديث الروح. إن شاء الله النهاردة هنعيش مع مين؟ مع حضرة النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، مع حبيبك وحبيبي وحبيب كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن أمرنا بأمر هو فرض عين على كل مؤمن: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. صدق الله العظيم. يبقى أمر من ربك سبحانه وتعالى تصلي على حبيبه. أنت مش نفسك تسلم على النبي والنبي يسلم عليك؟ صلي على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، صلي وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. يبقى عايز أنت منيتك أعظم أمنية في حياتك العملية تقابل فلان وتسلم عليه ويرد عليك السلام، مبسوط جدا، وشيء طيب إن احنا أفشوا السلام بينكم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عشان نتحابب. فما بالك لو عايز تتحابب مع حبيبك؟ صل على حبيبك. احنا النهارده في لقاء كله سلام وصلاح على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. يبقى عايز تسلم على النبي والنبي يسلم عليك؟ صل على حبيبك وسلم على النبي. أيوة، سمعني صلى الله عليه وسلم. واخد بال حضراتكم؟ طب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. الصحابة ما فاتولناش حاجة إلا وعلمونا مدرسة كان معلمها حبيبي وحبيبك صلى الله عليه وسلم، وطلابها علماؤنا الصحابة الأطهار الأخيار. الصحابة قالوا: يا رسول الله، كيف نسلم عليك؟ كيف نصلي عليك؟ يعني نعمل إيه؟ طيب احنا عارفين الصلاة لله سبحانه وتعالى، طب الصلاة عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني تقرأ نصف التشهد الأخير. حينما تقولها إيه اللي بيحصل لك؟ أول حاجة التزمت بأمر الله، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، فعل أمر، وسلموا تسليما كثيرا. يبقى أول حاجة عملناها التزمنا بما قاله الله. ثاني حاجة لك هدية، ما أنت لما تلتزم بكلام ربنا سبحانه وتعالى لازم المولى عز وجل الكريم يكرمك. التزمت، تعال خذ هديتك. طب ايه الهدية؟ من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10. صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. أيوة، سمعني. صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت لما تصلي عليه مرة واحدة الحسنة ب10 أمثالها. يبقى يصلي عليك الله بها 10. وإيه تاني؟ وأنت مع النبي
وفي حلقة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يقول حبيبنا صلى على حبيبنا عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. صلى الله عليه وسلم. ويقول لك حاجة تانية، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، يوم عيد المسلمين. يوم عيد المسلمين يوم الجمعة عيد في الأرض وعيد في السماء. فالعيد ده ما نسيبوش يعدي هباء منثورا، لا نستغله في ايه؟ في الصلاة على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أيوة سمعوني أنت وهو وحضراتكم المشاهدين، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. طب تعملوا إيه بقى؟ فأكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. طيب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل إحنا في حاجة إلى أن نذهب إلى قبرك علشان نصلي عليك؟ طبعا شيء طيب إن إحنا نذهب إلى المدينة وإلى مكة، نسأل الله أن نذهب إليها حاجين ومعتمرين إن شاء الله، ولكن إحنا في الأيام العادية، في أوقاتنا العادية، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نلتمس قبره عيدا، ولا نجعل من قبره عيد. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم تصل إلي حيث كنتم. احنا في مكاننا هنا بنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، وصلت على طول. سلمنا على حبيبنا عليه الصلاة والسلام: السلام عليك يا رسول الله. ربنا سبحانه وتعالى رد روحه الآن، ورد علي وعليك 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 أنت كمان وعليك أنت كمان. فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي. عايزين كلنا إن شاء الله نكون في مهرجان صلاة على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، نصلي عليه حتى يقضي الله بها حاجتنا، نصلي عليه حتى يفرج الله همومنا وكروبنا، نصلي عليه حتى يجمعنا الله به إن شاء الله يوم القيامة. ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.